تانية أهلا بحضراتكم من جديد في استوديو بيت العيلة مع حضراتكم وتاني موضوعاتنا اللي بنطرحها اليوم. مصر بتستعد يعني للاستحقاق القادم وهو الانتخابات البرلمانية، وهذه الانتخابات بيسبقها استعداد من قبل عدد كبير من الأحزاب، وإحنا عارفين طبعا أن بعد ثورة 25 يناير ظهر عدد كبير جدا من الأحزاب. هذه الأحزاب الفترة الأخيرة بتسعى لأن هي تكون تحالفات حتى تستطيع أن تكون قوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. حول هذا الموضوع بشرفنا في استوديو بيت العيلة الأستاذ يسري السيد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير موقع مصر المحروسة الإلكتروني. أهلا بيك. مساء الخير يا فندم. نورنا أستاذ كل يسري سنة وأنت دايما طيبة وحضرتك بخير. الله يخليك. ويعني زي ما بنقول كده في يعني فاضل لنا الاستحقاق الخاص بالانتخابات البرلمانية، ويعني وتنتهي المرحلة طبعا اللي عشناها الفترة اللي فاتت، ونبدأ المرحلة الانتقالية ونبدأ بقى ان احنا يكون لدينا مجلس تشريعي، وكل هذه الامور هي نصب اعين عدد كبير جدا من الاحزاب اللي يعني تفتتت في الفترة اللي فاتت وتسعى للم الشمل مرة تانية. والله احنا برضو عايشين من غير مجلس نواب وكويسين، ومن غير احزاب ومن غير احزاب وكويسين يعني، وبتطلع القرارات او مشروعات القوانين وبتلقى قبول، ويعني يلا على اي حال احنا عشنا فترات يعني حصل فيها تكامل لجزء وجزء اتلقى. عشنا مرحلة بلا مجلس نواب وبلا رئيس، وعشنا مرحلة برئيس ومن غير مجلس نواب، ومرحلة بمجلس نواب من غير رئيس، ويعني عشنا كل المراحل. بتمنى طبعا في الخطوة الثالثة للاستحقاق الانتخابات البرلمانية انها تتم بشكل تمام علشان خارطة المستقبل تتم، وعشان نقول للعالم كله ان احنا ادينا يعني انتقلنا من دستور، عملنا دستور جديد وعملنا انتخابات رئاسية جديدة، الرئيس منتخب، وهيبقى فاضل الخطوة الأخيرة برلمان منتخب، وبالتالي نستكمل الشكل الديمقراطي. الشكل الديمقراطي لخارطة المستقبل لأي دولة ديمقراطية حديثة. طبعا في الفترة الماضية بدأت الإشاعات تقول ان لا مش هيبقى فيه انتخابات برلمانية، مش هيبقى فيه مجلس نواب، وغير كده الشائعات دي، يعني اسمح لي عشان نوضح لمشاهدينا ليه الناس يعني مش بس في الأحزاب لكنه في الشارع قلق بشأن هذه الانتخابات وبشأن هذا البرلمان، لما له من صلاحيات مثلا من تشكيل الحكومة وما إلى ذلك، أنه لابد أن تكون هناك أغلبية برلمانية، والبعض يعني بيعتقد أنه لا أغلبية برلمانية بدون يعني الإخوان والسلفيين كما يعني شاهدوا في برلمانات سابقة، فإنه البرلمان القادم لن يكون هناك فيه أغلبية لأنه خلاص الإخوان والسلفيين مساحتهم على الأرض تقلصت بصورة كبيرة ولن يحققوا الأغلبية. هو أولا تعالي نختلف اختلاف ظريف. الشارع مش مهتم خالص، الشارع مهتم بحاجة تانية خالص. الشارع مهتم، لا هيبقى مهتم بانتخابات برلمانية ولا مين أغلبية ولا مين أقلية، ولا هو مهتم بلقمة العيش. الشارع مهتم ان يبقى في امن في الشارع، مهتم ان يبقى في اقتصاد يبدا يتعافى، اللي كان مش شغال يبدا يشتغل، اللي كان عطلان الوظيفه بتاعته تقلصت يرجع تاني للعمل. الشارع يهمه الاسعار تبقى منضبطه وتبقى في ايديه، في متناول ايديه. الشارع اللي مش هيهمه ابدا مجلس برلماني في مين اغلبيه ومين اقليه. الشارع ده الراجل المواطن البسيط. لكن في مسألة الشكل الدستوري والنخب السياسية هتبقى في إشكاليات كبيرة. إشكاليات كبيرة إن تستطيعي في هذا البرلمان لأول مرة إن تلتين حوالي 380 عضو من أعضاء هذا المجلس يستطيع إن هو يطرح الثقة برئيس الجمهورية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان تشكيل الحكومة ممكن تحصل عراقيل كتيرة جدا وعدم موافقة من النواب، فيعرقل اي تكوين تشكيل حكومة بالشكل الطبيعي، وبالتالي دي كلها ممكن تبقى الغام في طريق الاستقرار بتاع مصر. لكنها في النهاية دي الديمقراطية ليها مزايا وليها سلبيات، فناخدها كلها يا ما ناخدهاش كلها. وبالتالي انا بعتقد ان احنا ما نخافش قوي.
احنا نخش في التجربه. تمام. خاصه في مخاوف كتيره جدا. أيوة. اذا كان الاخوان والسلفيين، الاخوان بشكل محدد مش هيبقوا نازلين بشكل مباشر وشكل علني، وده زي اللي انا قلته قبل كده مع حضرتك وقلته في البرنامج في اكتر من مره. الاخوان يجيدون التخفي، وبالتالي الخوف ان تلاقي واحد نازل بضفيره وتكتشف ان هو اخوان، واحد حاطط حلق وبتاع، يعني ده امعانا يعني في التغالي في المغالاه في الصوره، في المبالغه في الصوره، ما بين الصوره دي والصوره دي، في الصوره الشكليه، الصوره الظاهريه والصوره الباطنيه بتاعت فانا اتوقع ان يتسلل الاخوان الى البرلمان القادم. وبالفعل حصل مؤتمر او حصل تجمع في تركيا في الفتره اللي فاتت، واترصد ليه حوالي 125 مليون يورو اوروبي اتعمل علشان يبداوا الاستعداد لهذه الانتخابات. هذه الانتخابات ده معناه انهم هيشاركوا. هيشاركوا. قالوا التحالفات دي يا استاذ يسري اللي بنتكلم عنها، هل ممكن تكون جزء من هذه الخطه؟ ما انا هقول لحضرتك، فهنا في جزء بداوا يخططوا على اكثر من مستوى. اول مستوى من المستويات بداوا يحجزوا مساحات في بعض الجرائد الاجنبيه وبعض القنوات الاجنبيه علشان تمهد للتاثير، الدعايه لانفسهم من ناحيه، ثانيا الدعايه بالتزوير الانتخابات من ناحيه ثانيه. يعني بداوا يحطوا سيناريو، يدعوا ان في تزوير في الانتخابات علشان يشوه اتمام العمليه الانتخابيه. وده معتاد منهم، وده يعني الاله الاعلاميه. لا انا بتكلم على انهم مستعدين دلوقتي وبداوا يشتغلوا في ده، وبدا في قاده من قاده التنظيم، منهم غزلان ومنير وكذا، حضروا هذا الاجتماع تحت رعايه الرئيس التركي في تركيا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان حصل حاجه غريبه اليومين اللي فاتوا، ان حزب الوطن وحزب الوسط اعلنوا انهم ضد تحالف الشرعيه اللي هو ضد الاخوان. ده معناه انهم بداوا ينسلخوا. وقالوا ان لا احنا خلاص مع استقرار الدوله، وان الدوله كذا وكذا. وانت لا تصدق؟ وانا لا اصدق لسبب، يعني انا القرص بتاعهم احنا اتعودنا عليه، وبالتالي انا هقول ان هذه حيله من الحيل السياسيه الاخرى. حزب الوسط وحزب الوطن دول احد اجنحه الاخوان، والسلفيين ايضا احد اجنحه الاخوان، وكلهم تحت عباءه واحده وتتعدد زي الحربايه اللي بتتلون بكذا لون. وبالتالي انا بتوقع ان الاخوان هيكونوا داخلين في هذا البرلمان لعده اسباب. السبب الاولاني ان هم يعملوا زوبعات في الاول على ان في تزوير في الانتخابات. السبب الثاني ان هم يعملوا عرقله للحكومه جوه البرلمان، انه يبقوا جوه ليهم يعني نواب. حضرتك بتتوقع انهم يشاركوا مبدئيا؟ هيشاركوا مبدئيا، بس تزوير. هيشاركوا مبدئيا بشكل غير علني، بغير حقيقي، يعني بغير صورتهم الحقيقيه. يعني الاخوان ظاهريا احنا مش مشتركين، لان هم معنى مشاركتهم بشكل رسمي معناها ان هم موافقين على ثوره 30. صحيح. ومعناها ان ما كانش انقلاب يعني ولا حاجه، ومعناها كذا. المشاركه قسمين، الاول ان هو هيشارك خفي، مشاركه خفيه، هيشارك ويعني ويعمل دوشه في اثناء العمليه الانتخابيه، ولو التحق بالبرلمان داخل البرلمان هيعمل عراقيل للحكومه. وده هنستعد ليه ازاي سياسيا؟ هتستعدي ليه سياسيا؟ يعني انت عارفه، انا هقول لك الوصفه اللي بيقولها اي دكتور وهو عارف ان المريض مش هيعمل. واخده بال حضرتك؟ وعي الشعب، وعي الشارع. وعي الشارع ان هو يعرف. حضرتك بتقول هيحدث استخدام وجوه غير معروفه. ما انا لسه بقول لحضرتك زي الدكتور لما بيوصف لحضرتك وصفه. يعني عندك المواطن هيعرف ازاي انه ده ما هو في شباب كتير بالزبط. بنشوفهم يعني شكلهم شباب زي الفل، لا ينتموا للجماعه بصوره او باخرى، ولا وتطلع خلايا نائمه، وتطلع خلايا نائمه. فما انا وصفتها لحضرتك زي ما تكوني حضرتك شغاله في الاعلام وعندك الضغط عالي، وتروحي للدكتور تقولي له انا عندي الضغط، فيقول لك ابعدي عن التوتر وابعدي عن القلق. فتقولي له ازاي؟ ما انا شغاله في الاعلام فما ينفعش. فانا زي ما بقول لحضرتك هتراهني على وعي الشارع، هم اكثر حنكه. دي نمره واحد. نمره اتنين، الظرف الاقتصادي في الشارع المصري يعني يسهل
عليه انك انت بازازه زيت وكيلو سكر، ما تاني زلتي هنرجع تاني. بس ايه المره دي مش لازم تبقى عن طريق الشكل الظاهري بتاع ده الاخوان انا بقى بشكل كان اساسي. لسه سؤالي لحضرتك ده لما حضرتك قلت لي لا انا اختلف معاك انه الشارع مم. يعني منشغل بمساله الانتخابات او مم. كده، الشارع منشغل بالحاله الاقتصاديه وباكل اكتر. العيش. ده كان سؤالي لحضرتك. طيب الاحزاب اللي بتستعد لخوض الانتخابات دي وبتعمل تحالفات ويعني وهتعمل ندوات ومؤتمرات، الا تنشغل هي بما ينشغل به المواطن اللي هي في حاجه انه يعطيها صوتها؟ بصي حضرتك، للاسف الشديد هذه الاحزاب اللي هم اكتر من 80 حزب، واتحدى العاملين في الوسط السياسي انه يقولوا لي 80 يعملوا حزب هم حصر ليهم. يعملوا تمام. حزب. فاذا كنا احنا المتخصصين او اللي احنا مهمومين باللعبه ما عندناش حصر، يبقى الشارع البسيط هيعرفهم. الشارع البسيط مش عارف دول. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا بس كنت عاوز اسمحي لي ان انا اكمل الصوره. اذا كنا بنقول تخوف من وجود الاخوان، فالتخوف ايضا من عوده الفلول. واخد بال حضرتك؟ يعني بين نارين. بين نارين. والفلول راجعين وراجعين بقوه، وتشال برقع الحياه. كمان الشال برقع، يعني اذا كان الاخوان مستترين تحت يافطه ثانيه مختلفه، بنقول الوطن والوسط والسلفيين ومش عارف ايه، وهيربوا ضفيره علشان ينزلوا عشان يضحكوا علينا. لا، الاخوان بتوع الحزب الوطني المنحل راجعين بقى بقوه انه شفتوا يعني شفتوا زمن غيرنا فاحنا لا ما هو للاسف هو يعني انا مش علشان شفنا الاسوأ يبقى انتم ما كنتوش سيئين. أيوة. يعني احنا لما قمنا في 25 يناير قمنا عشان انتم سيئين. بالزبط. ده مش معنى ان ربنا يحط 30 لنا يونيو كانت على الاثنين برضه، يعني على الاثنين. ده مش على عدم معناه تحقيق الاولانيه الحلم الاولاني وكراهيه الوضع الحالي. تمام. هم بقى راجعين احزاب متعدده بيفط مختلفه. تمام. ولكن الشخصيات معروفه، يعني شخصيات محافظين سابقين. ما انا هقول لحضرتك بقى حكايه نارين دي للمواطن. معلش يعني ما انا هقول لحضرتك، ما هو المواطن يعني هيعمل ايه؟ ما هو حضرتك اهو شاف الزمن ده ويعني وشاف معاناته معاه، وده داق منه الامرين. ما هو حضرتك في الفتره دي اللي هي اللي بعد 30 يونيو انت ما اظهرتش احزاب لديها القدره على التاثير في الناس واقناعهم بانه لا يعني سيبكوا بقى من الفلول ومن الاخوان، يعني احنا هنملا الساحه السياسيه وايضا الاجتماعيه. ده ما حصلش. ما هو بص حضرتك، 30 ما هيختار مين؟ هقول لحضرتك 30 يونيو لما قامت يعني مش عاوز اقول للاسف، لانها احنا كلنا خرجنا ورا شخص واحد كان هو الملهم والزعيم بالنسبه لنا والمخلص من كابوس الاخوان، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. هو الشخص اللي كان واقف بالنسبه لنا مخلص. بالزبط. احنا ما خرجناش ورا حزب. بالظبط، ولا حزب ولا مجموعه. يعني حتى الجمعيه الوطنيه للتغيير أيوة. واللي كانوا مش عارف ايه، والمؤتمرات اللي مش عارف ايه، اختفوا عن الساحه. وثانيا تاثيرهم الجماهيري ما كانش هو اللي ممكن يشيل الاخوان، بدليل ان هو حتى مش هم اللي دعوا ل 30/6. حتى لو دعوا لا هم يعني كان ليهم دور كبير. لكن انا الناس اللي نزلت ما نزلتش عشان الاحزاب. بالظبط. انت نزلتي ورا مصداقيه حد يعني امنوا بيه وصدقوا عليه، اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي او الفريق اول عبد الفتاح السيسي ساعتها قبل المشير. فاحنا وبالتالي انت ما خرجتيش ورا حزب له رؤية وله قدرة على التغيير وكذا، وبالتالي هتقفي وراه في انتخابات برلمانية. تمام. لذلك حتى البعض من المنافقين للرئيس السيسي بيقولوا له انت لازم يبقى لك حزب عشان ينزل الانتخابات، عشان يبقى فيه الظهير السياسي ليك. هو رد عليهم قال انا ليا الظهير الشعبي. بالظبط. هو وبالتالي وانا مش عايز احزاب، لان هو موقن تمام اليقين ان معظم هذه الاحزاب ان معظم هذه الاحزاب احزاب ورقيه. هذه الاحزاب ليست لها علاقه بارض الواقع. ان الناس زهقت من دول، والناس اهتماماتهم اهتمامات يعني اخرى. هذه المساله لما اتكلمنا عنها يعني يمكن مع حضرتك في بعد 25 يناير انه الاحزاب ودور الاحزاب بقى، وانه خلاص الساحه اتفتحت، يلا الاحزاب تعمل بقى تلعب دورها وتؤثر في الشارع. وكنا ساعتها بنقول انه والله اصل كان يعني البرلمان اللي هو تم انشاؤه بعد 25 يناير انه والله الوقت مش متاح وان الاخوان مسيطرين على الساحه. ده الكلام اللي كانت بتقوله الاحزاب. يعني انا بشعر انه هذا الكلام يعني سنظل نردده الى ما لا نهايه. نفس الكلام انه لسه الاحزاب ما خدتش فرصتها. طب هي هتاخد فرصتها لا ولا المساله دي يعني ملهاش يعني رجع صدى في الشارع المصري؟ بص حضرتك، للاسف احنا واقعين في اشكاليه كبيره جدا. الكويس
لا يملك القوة عشان توديه. مم. بمعنى ان لو في مجموعة شباب جيدين وعندهم رؤية سياسية ومعبرين عن هذه الثورة، مم. او بعض المفكرين او بعض المنتمين لهذه الثورة فكرا وإرادة وكذا، المفروض هذا الوقت اوان ثورة 25 يناير مم. ومعاها الموجة الثانية ثورة 30 يونيو. تمام. طيب لما يبقوا الناس دول ما معهمش فلوس عشان ينزلوا انتخابات، مين اللي هيخش الانتخابات؟ اللي معاه فلوس. اللي معاه فلوس. مين اللي معاه فلوس؟ يا الاخوان والسلفيين والتيارات الدينيه بحيالهم ودعمهم الخارجي، بس مش او بس الفلول. يا استاذ يسري، لابد ان يكون هناك دور وتاثير في الشارع. حلو فين وجودك مع الناس؟ هقول لحضرتك، ما انا لسه في جزئيتين. الجزء الثاني الفلول ومعاهم برضو رجال اعمال وفلوس، خلاص. طيب في العصبيات وفي الارضيات الجماهيريه، لدرجه ان البعض بيقول ان بعض الاحزاب الان هتلجأ لبعض الشخصيات اللي ليها وزن جماهيري حتى ولو كانت فلول او مش فلول او ملهاش انتماء حزبي ليها، علشان تحصل على بعض المقاعد في البرلمان القادم. اذا بعض الاحزاب هتتخلى عن مبادئها وافكارها اللي قامت عليها علشان من اجل الحصول على مقعد في البرلمان، وبالتالي انت قدام عده اشكاليات. شباب ثوره 25 يناير او المؤمنين بهذه الثوره لا يملكوا المال علشان يخشوا في الانتخابات. ثانيا اللي حصل في الفترة من 25 يناير لحد دلوقتي سواء مدبر أو غير مدبر، أيوة. بقصد أو بدون قصد، أيوة. بسوء نية أو بحسن نية، ها شوف المفردات كلها، أيوة عمال اتعملت علشان تخلي الناس تكره ثورة 25 يناير يا خبر، وتكره الناس اللي قاموا ب 25 يناير، وكأني عهد مبارك كان عهد الجنة السعيدة وما جاء بعدها هو عهد الجنة النار جحيم التعيس. فبدأت تتعمل طبعا زي التسريبات اللي اتعملت على بعض الافراد في ثوره 25 يناير او المنتمين للثوره بانهم خاينين وعملاء وغيره. وانا قلت الكلام ده هنا في هذا البرنامج وفي حتت كتيره جدا، قلت الحكومه عليها ان الخاين تقطع رقبته، العميل تقطع رقبته، اللي خد فلوس من بره تقطع رقبته، لكن ما يجيش الهدف تشويه الثوره، تشويه بعض الافراد اللي هم كانوا منتمين للثوره وبالتالي اشوه الثوره. طيب انت دلوقتي اتعمل سيناريو محكم زي ما قلت، بقصد او بدون قصد، بحسن نيه او بسوء نيه، بكل الحاجات دي اتعمل، خلى الناس تقول لا 25 يناير لا، ما جابتلناش الا الخراب، ما جابتلناش الا القعاد في البيوت. تمام. هل هذا يعني مثلا ده هينعكس على الشارع؟ انه حزب زي حزب النور ممكن يلقى يعني صدى في الشارع؟ بصي، حزب النور وحزب الوسط والسلفيين كل اللي داخلين باليافطه الدينيه اعتقد ان هم هيخسروا كتير في الشارع. هيدخلوا بدخله جديده مختلفه تعتقد؟ هم بادئين يتكلموا ان مثلا رئيس حزب النور بيتكلم من يومين ان احنا اللي كان عندنا الرؤيه الصح لما قلنا الدوله، واحنا لما وقفنا مع ثوره 30 يونيو كأن كذا، وتجاهلوا الكل على فكره. قياداتهم كانت موجوده ان كانت موجوده نصهم هنا لا يعني بعض قياداتهم كانوا موجودين مع القوى الوطنيه والسيسي، وكل قواعدهم كانت موجوده في رابعه، يعني مش هيضحكوا علينا. العكس يعني. ثانيا احنا سيبينا من النوايا وسيبينا من الكلام اللي ممكن نتناقش فيه، لكن انا بتكلم في الدستور. احنا تصورات للساحه، يعني هيكون عليها مين؟ هل حزب النور هيبقى له صدى؟ هل يعني حضرتك بتقول ممكن يكون في وجود للفلول لكن الاخوان بصوره مختلفه؟ ما كل دي احتمالات احنا يعني هنراها على الساحه في الفتره الجايه واحنا مش متوقعين. الاخطر من كده ان وجود حزب النور في هذه الانتخابات ونجاحه هو او السلفيين على اساس انهم حزب ديني، ده ضد الدستور. الدستور بيرفض قيام اي حزب على اي اساس ديني. ما يجيش يضحك علينا ويقول لنا اصل المرجعيه الدينيه غير الاساس الديني وغير اللي مش عارف ايه، وان احنا هندخل فينا مسيحيين واقباط وهندخل فينا مرأة واحنا وبالتالي احنا ما بقيناش حزب ديني. الكلام ده ما ياكلش معانا، ده ضد الدستور. الدستور يرفض اقامه اي حزب على اي اساس ديني، وبالتالي دخولهم تحت هذا المسمى ده بيطعن في عدم دستوريه
البرلمان القادم. ما هو يعني وده معلش الحته دي قال كما قيل من قبل انه اساس تاسيس الحزب مش موجود فيه اي مرجعيه دينيه. بص هو يعني اهداف الحزب زي ما حضرتك اتكلمت قبل كده، انه لما ترى تاسيس حزب النور او اي حزب حتى من الاحزاب اليسار نفس الفكره، يعني نفس الافكار اللي بيسعوا اليها ونفس الاهداف اللي بيسعوا اليها، المساله ما فيهاش اي ذكر للجانب الديني حضرتك. يعني. الحزب هو ايه؟ هو شكل من اشكال الدوله المدنيه. تمام. ومؤسسات المجتمع المدني. واخد بال حضرتك؟ لما يجي يقول لي هل يقدر يطلع حزب النور يقول لي انا مش هأطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه؟ لا ما يقدرش، هيخسر قواعده. طيب اذا ده ضد قيام الحزب المدني. والحزب اللي بيقوم على اساس دين، ان انا حزب مسيحي، حزب مسيحي يقول انا عاوز الشريعه المسيحيه، والتاني يقول الشريعه الاسلاميه، وده يبقى انا فتت البلد طبقا لهذه الاحزاب، وبالتالي ده ضد المسألة. لذلك انا عاوز اقول لك دلوقتي، وده ممكن الكلام ده نعوزه بعدين، واخد بال حضرتك؟ ان نجاح حزب النور او اي سلفيين على مرجعيه دينيه ده بيطعن في عدم دستوريه البرلمان القادم. وانا بحذر ان نجاح اي حد فيهم هيبقى ذريعه للطعن في البرلمان القادم. وده مش عايزينه، واعتقد انه زي ما حضرتك قلت انت بتراهن على وعي الشعب، واحنا كمان بنراهن على وعي الشعب، وايضا على وعي يعني الساحه السياسيه والقياده السياسيه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يسري السيد، مدير تحرير جريده الجمهوريه ورئيس تحرير موقع مصر المحروسه الالكتروني. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين يا فندم. شكرا. وشكرا لمشاهدينا لمتابعه حلقتنا اليوم من بيت العيله. ان شاء الله غدا مع حضراتكم نكون معاكم وموضوعات جديدة في تمام 8. كونوا في انتظارنا وتصبحوا على خير.